السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو هذا ما أريد منه أي شيء، أنا جاي أوصل صوت لإخواننا في السودان. اللي يصير بالسودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم من بعد ابن الكلب والكلب نفسه. طيب ليش السودان ما يحظى بتغطية إعلامية كافية خالص؟ السودان صار لهم أكثر من سنتين مجازر ولا حد تكلم عنهم. من كم يوم لحتى ظهرت الفيديوهات وشفنا حقيقة السودان على أرض الواقع، تحديدا المأساة المستمرة في إقليم دارفور. طيب شنو صار بالسودان وليش هالشي بلش بالسودان؟ طيب كل شي بلش بعام 2023 لما صارت الحرب الأهلية عنيفة بين قوتين عسكريتين الأكبر في البلاد، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع وهي ميليشيا شبه عسكرية قوية بقيادة محمد حمدان دغلو المعروف بحميدتي، والتي كانت تسمى قديما الجنجويد. طيب هالشخصين هذول كانوا بالماضي حلفاء، بس التنافس على السلطة وعلى كيفية دمج الدعم السريع في الجيش النظامي والسيطرة على ثروات البلاد أشعل شرارة الحرب، والنتيجة كانت كارثية إنسانية مطلقة. تخيلوا معي هاي الأرقام: أكثر من 8 ملايين نازح سوداني داخل السودان أو لاجئون في دول مجاورة، أكثر من نصف السكان حوالي 25 مليون إنسان يحتاجون إلى المساعدة العاجلة للبقاء على قيد الحياة. النظام الصحي انهار والأمراض تنتشر والمجاعات تهدد حياة ملايين الناس. الله يفرجها على أخواننا في السودان، ولعن الله من كان في سبب مأساتهم ومعاناتهم.